سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح. مرحبا بكم في قناة اذواق منال البويرية. اليوم باذن الله راح نقيس لكم بعض المكونات اللي تخدموا بها في ليغاتو. راح نقيسهم لكم بالكاس وبالمغرف. هكذا راح تكون هذه لا فيديو مرجع لكم. تساعد بزاف ناس ما عندهاش ميزان. مثلا مدلكم الوصفة، اغلب التعليقات تلقايهم يقولوا شحال بالمغرف ولا شحال المقادير بالكاس. اذا راح نسهلها لكم، درت لكم هذه لا فيديو باش يكون هذا هو الميزان تاعكم ان شاء الله. إذا كنتوا أول مرة تشاهدوا القناة أدعوكم تشاركوا فيها وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم جديد الوصفات. أول حاجة نوريها لكم هذا الميزان بالنسبة للبنات اللي حابين يشروه. أنا ننصحكم تشروه، ماشي غالي بزاف، يدير 88 ألف. هذه النوعية مليحة نتاع الميزان. نبداو بسم الله. أغلب العائلات الجزائرية عندهم هذا الكاس نتاع 220 مليلتر. اللي ما عندهمش ولا تكسروا لهم، راح نوري لكم نوعيه واحده اخرى نتاع الكاس. يعني راح نقيس لكم بزوج كيسان ولا بثلاث كيسان هكا باش تعرفوا حجم كل كاس. حتى والمغارف يختلفوا، كاين اللي يجوا غامقين كما هذه المغرف، وكاين اللي يجوا بلا، وكاين اللي يجوا صغار شويه. راح نبدا معاكم في استعمال الميزان. اول حاجه الميزان هنا راه طافي، راح نشعلو بهذا الشكل. ما نحطش الكاس حتى نشوف الصفر في الشاشه نتاعو. نحط الكاس راح يوزن لي الكاس. نضغط على هذا الزر باش نرجعه للزيرو. نبدأ بالسكر. عندي هنايا مغرف سكر، ونقول لكم شحال ترفد من جرام. ملعقة سكر ترفد 20 جرام. نزيد نشوف الملعقة الأخرى ونشوف شحال فيها من جرام. 17 جرام. كاس سكر حوالي 200 جرام. كاس إلا ربع 150 جرام. المبتدئات ما يعرفوش كاس إلا ربع، هذا هو كاس إلا ربع سكر. نقيس معكم نص كاس حوالي 100 جرام. ونصف كاس يجي تحت الخط هذاك هو نصف كاس. ربع كاس سكر حوالي 50 جرام. كتبت لكم معايير سكر شحال فيهم من جرام، ديروا عليهم كابتور. عندي هنا كيلو سكر 1 كيلو جرام. نشوفوا شحال فيه من كاس. الميزان تاعكم يكون صفر، حطوا غيسيبيون تاعكم ولا الكاس. يوزن لكم الغيسيبيون تاعكم وعاودوا رجعوه للصفر. هنايا درت الكاس الاول وزدت الكاس الثاني. كيسان حوالي 400 جرام. الكاس الثالث والكاس الرابع والكاس الخامس. كي درت الكاس الخامس جاتني 963 جرام، يعني قريب كيلو. وهنايا عمرت لكم هذو 3 كيسان ونشوفوا شحال الحجم نتاعهم. يعني اذا عندهم نفس الحجم، اذا نتوما عندكم اي كاس من هذو الكيسان يعني راح تعرفوا شحال فيهم من الجرام. هذا تاع 220 مليلتر ولا الكاس تاع ام وليد رانا قسناه ولقيناه 200 جرام. الكاس نتاعكم يكون فارغ باش تقدروا تقيسوه. هنايا 200 جرام. نزيدو نقيسو الكاس الثاني ونشوفوا شحال يرفد من جرام. 232 جرام، يعني الكاس هذا 30 جرام زيادة على الكاس هذاك تاع 220 مليلتر. هذاك طويل، كي قستو لقيتو نفس الكاس هذا تاع 220 مليلتر، يعني اللي عنده هذا الكاس هو نفسه الكاس تاع 220 مليلتر نتاع ام وليد. نقيسو الفارينة. هنايا راح نقيس لكم المغارف هذوك في 3 شحال فيهم من جرام. يختلفوا. نروح نقيس بالملعقة الغامقة ونشوف شحال فيها من جرام. فيها 23 جرام. زين نشوف الملعقة الثانية بالتقريب 20 جرام. الملعقة هذه صغيرة اللي ما لازمش كامل تكيلوا بها لخاطر صغيرة بزاف. دوك تشوفوا شحال فيها من جرام. 15 جرام. نقيسوا الكاس نتاع الفارينة، لازم يكون كاس ممسوح. هذو نصائح للمبتدئات. هنا عمروا الكاس مليح ومسحوه بالمغرف هكا كما راكم تشوفوا. راح تتحصلوا حوالي 140 جرام. كاس إلا ربع حوالي 105 جرام. نصف كاس 70 جرام. ربع كاس 50 جرام. نوريلكم الكيلو شحال فيه من كاس. كيلو نتاع الفارينة فيه 7 كيسان. هنايا حطيت الكاس الاول وزدت الكاس الثاني. زدت الكاس الثالث كان فيه 404 جرام. الكاس الرابع 532 جرام. الكاس السابع 900 وزيادة، يعني قريب كيلو. 940.
الفرينة نفسها تختلف، يعني كي نخدمو وصفة مثل المسكوتشو ولا الكيك ولا الخبز نقولكم كاين الفرينة اللي تشرب وكاين الفرينة اللي ما تشربش. ساعات تشري فرينة تلقايها ثقيلة، كي ترفديها تحسيها ثقيلة في يدك، هذا لأنه فيها السائل، يعني رطبة ولا مندية، وتلقاي نوع آخر تحسيها خفيفة يعني تلقايها أخف. نروح نقيسو سكر جلاس، هنا كي قست مغرفة لقيتها حوالي 18 جرام، وكي قست كاس يكون ممسوح لقيتها حوالي 130 جرام. كاس إلى 400 جرام، نصف كاس 65 جرام، ربع كاس 40 جرام. نروحو نقيسو الكاكاو. بالنسبة للكاكاو كاين الكاكاو البني الفاتح وكاين الكاكاو البني الغامق. نبداو بالكاكاو البني الفاتح، هنايا نحط ملعقة ونشوف شحال توزن. 7 جرام. المغرف تكون ممسوحة، كي تكون المغرف بومبي راح توزن لكم 11 جرام. ربع كاس 20 جرام، نص كاس 30 جرام، كاس إلا ربع 50 جرام، كاس ممسوح حوالي 75 جرام. الكاكاو البني الغامق المغرفة فيها 11 جرام. ربع كاس 23 جرام، نص كاس 45 جرام، كاس إلا ربع 55 جرام، كاس ممسوح 85 جرام. بالنسبة للمايزينا الملعقة فيها 15 جرام، كاس 110 جرام، كاس إلا ربع 80 جرام، نصف كاس 50 جرام، ربع كاس 35 جرام. ملعقة نتاع سميد متوسط حوالي 16 جرام ولا 15 جرام، كاس 150 جرام. يعني الفارينة والشيشة ولا سميد متوسط عندهم نفس الوزن. كيلو نتاع الشيشة شحال فيه من كاس، هنايا درت الكاس الاول وزدت الكاس الثاني حوالي 200 جرام، درت 7 كيسان. يعني الكيلو نتاع السميد ولا تشيشة متوسطة فيها 7 كيسان، كيما الفارينة فيها 7 كيسان. نروحو نوزنو نواة كوكو في المغرف فيها حوالي 10 جرام، كاس فيه حوالي 67 جرام أي 70 جرام بالتقريب. نروحو المارغرين الملعقة فيها حوالي 30 جرام، ملاعق حوالي 60 جرام. يعطيكم الصحة كي كملتوا الفيديو معايا للآخر، راه عندكم القياس تقدروا تجربوا أي وصفة، وراكم رايحين ترجعوا لهذا الفيديو إن شاء الله، ورايح يساعدكم. نتمنى يفيدكم ونتمنى تجربوا الوصفات، ورايح يساعدكم بزاف. متنساوش تشتركوا في القناة بالنسبة للجدد اللي ماشي مشتركين، وتفعلوا زر التنبيهات باش يوصلكم جديد الوصفات، تشجيعا منكم فضلا وليس أمرا. الأخير ما علي غير نقولكم تهلاو في رواحكم في فيديو قادم إن شاء الله. بقاو على خير.